السلام عليكم أصدقائي. لما بنحكي عن منتخب سوريا الكل بيتذكر مواجهاتنا الآسيوية والعربية، بس في جزء من تاريخ منتخبنا قليل يلي بيعرفه، يلي هو مواجهتنا لمنتخبات أوروبية. تخيلوا إنه منتخب سوريا واجه منتخبات مثل فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، روسيا، السويد واليونان. منتخبات صنعت أمجاد بكأس العالم وكأس أوروبا، لكن كيف كانت نتائج نسور قاسيون قدام هالعمالقة؟ وهل قدر منتخبنا يحقق مفاجآت تاريخية؟ اليوم رح نرجع لأكثر من 75 سنة لورا ونستعرض كل المواجهات الأوروبية بتاريخ سوريا، من أول مباراة يلي كانت بسنة 1949 وحتى آخر مباراة يلي كانت بسنة 2024. فإذا حابب تعرف كل هالتفاصيل يا صديقي بدعوك إنك تنزل لأسفل الفيديو، تشترك بقناتنا وتفعل زر الجرس، ولا تبخل علينا أبدا بزر اللايك. أول مواجهة أوروبية لمنتخب سوريا كانت بسنة 1949 ضد اليونان، والنتيجة كانت قاسية كتير، خسارة ب8 أهداف مقابل لا شيء. بعدها بالسنة تقريبا منتخبنا عم يواجه تركيا بتصفيات كأس العالم لسنة 1950، وخسر منتخبنا ب7 أهداف دون مقابل. وقتها كانت الكرة السورية بمرحلة التأسيس، بينما منتخبات أوروبا كانت متقدمة علينا بمراحل كبيرة. بسنة 1951 رجعنا وواجهنا اليونان مرة تانية، فازت علينا اليونان بنتيجة كبيرة، كانت 4-0. كل هذا الشيء وصلنا لسنة 1955. هون منتخبنا واجه منتخب فرنسا وخسر ب4 أهداف مقابل لا شيء. وبنفس السنة واجه إسبانيا وخسر ب3-0. وقتها كانت إسبانيا وفرنسا من أقوى منتخبات العالم، ومجرد اللعب قدامهم كان حدث كتير كبير للكرة السورية. أما بسنة 1963 فأجت المواجهة مع إيطاليا. إيطاليا اللي كانت واحدة من أعظم المنتخبات بتاريخ كرة القدم، وانتهت المباراة بخسارة قاسية للمنتخب السوري أمام الطليان بنتيجة 6-0. رغم قساوة النتيجة لكنها كانت النتيجة تجربة مهمة للاعبين هذاك الوقت. بالسبعينيات بلش المنتخب السوري ببين بشكل أفضل. بسنة 1971 خسرنا أمام تركيا بنتيجة 2-1، ولأول مرة شفنا منتخبنا قريب من منافسة منتخب أوروبي بشكل حقيقي. وبنفس البطولة خسرنا قدام فرنسا بهدف مقابل لا شيء، وهون صار واضح أن الفوارق عم تخف شوي شوي. بالثمانينات منتخب سوريا صار أقوى. بسنة 1982 عم نلعب مع قبرص وعم نخسر 1-0، لكن بسنة 1987 كانت سنة مليانة مفاجآت ومليانة مواجهات أوروبية قوية، ففزنا على تركيا 1-0، وفزنا على منتخب سان مارينو 3-0، وتعادلنا مع اليونان 1-1. ومو بس هيك، فزنا على منتخب فرنسا 2-1. وبعد كل هذا الشيء بسنة 1988 منتخب سوريا عم يواجه منتخب الاتحاد السوفيتي وعم يخسر 2-0. وبعد سنوات طويلة من كل شيء مضى عم يرجع منتخب سوريا يواجه منتخبات أوروبية، وكانت المواجهة بدورة البحر المتوسط لسنة 2009. وأول مباراة كانت ضد منتخب إيطاليا، والمفاجأة أن سوريا تعادلت مع إيطاليا 1-1. نتيجة كانت رائعة بكل معنى الكلمة، لكن بعد خسر منتخبنا أمام اليونان ب4 أهداف دون رد. وبعدها بسنة تحديدا بسنة 2010 منتخبنا عم يلعب مباراة ودية بالعاصمة السورية دمشق مع منتخب السويد، وقدر يطلع بتعادل إيجابي مع منتخب السويد بنتيجة 1-1. هاي النتيجة أكدت أن المنتخب السوري
قادر يفرض نفسه أحيانا قدام منتخبات أوروبية محترمة. أما بالسنوات الأخيرة وخاصة بسنة 2022 واجه منتخبنا منتخب بيلاروسيا وخسر بهدف دون رد. وآخر مواجهة أوروبية كانت ضد المنتخب الروسي في روسيا، وانتهت المباراة بخسارة منتخبنا السوري بنتيجة 4-0. ورغم هاي النتيجة كانت فرصة كبيرة للاحتكاك مع منتخب قوي بدنيا وفنيا. هلا إذا طلعنا لكل المواجهات الأوروبية يلي واجه منتخب سوريا في المنتخبات الأوروبية، بنلاحظ أن سوريا واجهت اليونان، تركيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، قبرص، سان مارينو، الاتحاد السوفيتي، السويد، بيلاروسيا وروسيا. صحيح أنه أغلب النتائج كانت لصالح المنتخبات الأوروبية، لكن لازم ننتبه لشغلة مهمة. بالبدايات كانت الخسائر كتير كبيرة، 8 من اليونان و7 من تركيا و6 من إيطاليا. لكن مع مرور الوقت بلش المنتخب السوري يقلص الفوارق وصار يحقق تعادلات، وحتى حقق فوز تاريخي على تركيا وعلى سان مارينو وحتى على المنتخب الفرنسي. برأيي تاريخ منتخب سوريا ضد أوروبا ما بيعتبر تاريخ فشل مثل ما البعض بيعتبر هذا الشيء، لا بالعكس، هو تاريخ تعلم وتطور. لأنك لما عم تواجه فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا فأنت عم تواجه مدارس كروية من الأقوى بالعالم. ومع هيك منتخبنا قدر يحقق نتائج محترمة ببعض المباريات وحقق فوز تاريخي ما بينتسى. وبعتقد لو انه المنتخب السوري حصل على استقرار اكبر، معسكرات اقوى، ومباريات ودية اكثر مع منتخبات اوروبية، كان ممكن نشوف نتائج افضل بكتير. بالنهاية من خسارة ب8-0 أمام اليونان بسنة 1949 إلى الفوز التاريخي على تركيا وسان مارينو وفرنسا، مر منتخب سوريا بمرحلة طويلة جدا ضد المنتخبات الأوروبية. رحلة فيها خسائر مؤلمة وفيها نتائج مشرقة وفيها لحظات خلت الجماهير السورية تفتخر بمنتخبها. ويبقى الحلم الأكبر إن نشوف منتخب نسور قاسيون يوما من الأيام بكأس العالم، ويحقق أول انتصار رسمي على منتخب أوروبي ببطولة عالمية. وبالنهاية أصدقائي، إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من خلال دعمكم باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. واكتبوا لي بالتعليقات شو هي أكثر مباراة لمنتخب سوريا ضد منتخب أوروبي بتتذكروها.